لا بيصير عندك بهاي الكثافه العاليه وهاي النموات الحلوه. اعطيك اليوم 3 خطوات يصير عندك اللبلاب بهذا الجمال وبهذا الخضار وبهاي النموات وهذا السرعه وهذا الدفع السريع. اول شيء اذا لكم متابعه تابع الفيديو للاخير. اول شيء يحب اللبلاب يبيح شنو؟ يحب بخ اوراق. دائما بخ اوراق. نبات اللبلاب نباتات تحب ترطيب للاوراق، كل ما ترطب اوراقه كل ما يكبر حجم الورقه ويشوف بدفع جديد وكلش حلو. ثاني نقطة السقي مال اللبلاب يكون عنده جفاف التربة، لا تنطي مية هواية، اسقي كل ما تشوف التربة جافة، تمام؟ يعني تقريبا كل 5 ايام إلى أسبوع إلى 4 ايام مرة واحدة فقط، تمام؟ وبخ أوراقه يوميا، يوميا بخ أوراقه، ما يأثر بيه، تمام؟ النقطة الثالثة وهي الإضاءة. شوف إضاءة النهار اللي عندي أني، إذا خليته يم إضاءة نهار حتشوف بيه دفع مو طبيعي. إذا ما عندك إضاءة نهار خليه يم إضاءة طبيعية، إضاءة صناعية، إضاءة جلوبات بس تكون قريبة عليه، يعني مثلا أبعد شيء نص متر، بخليه هيك وما عليه شيء، تمام؟ والنقطة الرابعة وأهم شيء وهي التسميد. شنو نسمد سجاد؟ اللبلاب سمده اول 15 يوم ام بي كي متعادل، ورا 15 يوم سمده حديد، حتشوف اللبلاب بجمال ما شايفه بحياتك. هاي الخطوات اللي تعتني بها اللبلاب. نبات اللبلاب من اسهل النباتات بالعنايه، وهذا النوع عليه عرض خاص. هاي السدانه كلها فقط بسعر 10000 دينار، بيها توصيل لكل محافظات العراق، والحديد والام بي كي ايضا متوفرات، وادي توصيل لكل مناطق العراق. وعنواني بغداد كاظميه، شارع ستيل، مقابيه صيدليه اللباب. تعالوا نقلب قلبي.